السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعين الأوفياء. برافو برافو. الحماية المدنية الجزائرية تواصل عمليات البحث والإنقاذ لليوم الثاني في ليبيا بعد الإعصار المدمر. أولاً وقبل كل شيء، إن كنت تفتخر بالعمل الذي تقوم به الجزائر لمساعدة الشعب الليبي الشقيق، اضغط على لايك ولنتابع بقية التفاصيل. تمكن عناصر الحماية المدنية الجزائرية من انتشال جثث 18 ضحية من تحت الردوم في مدينة درنة الليبية، التي شهدت إعصاراً مدمراً خلف آلاف الضحايا. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية الجمعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تم العثور على 7 ضحايا تحت الردوم في مدينة درنة، وتم إخراجهم من طرف عناصر الحماية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ضحية، منها 11 جنس ذكر و7 من جنس أنثى. وأكدت الحماية المدنية على استمرار وتواصل عمليات البحث من طرف فريقها المتواجد في المدينة الليبية. ويوم الخميس 14 سبتمبر تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض التي خلفها إعصار دانيال بمدينة درنة الليبية. ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ فرقة الغطاسين، فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، فرقة البحث والإنقاذ، الفرقة الطبية.